الرحمن الرحيم. كنظن ان هذا ماشي تمني على هاد الناس هادو، هذا واجب، خصوصا ان تقرت من هاد الناس وعرفت ان الطلبات ديالهم في البساطه ديالها ولكن في العمق ديالها مهمه بزاف. ما كيطلبوش بزاف الحوايج، غير كيطلبوا الاعتراف بالوجود ديالهم، اعتراف بالضروريات اللي تحتاجهم. هي راه بسيطه جدا وكتجلى في بعض الاحيان غير في الولوجيات، لا في الطوبيسات لا في الطاكسيات لا في الادارات العموميه. يعني لقيت انه من الواجب ديالي، حيت النهار الاول اللي جاو عندي قالوا لي بغيناك تكون معنا، قلت لهم انا يحصل لي الشرف، قلت لهم واش كتظنوا غنضيفكم؟ قالوا لي على اكيد انني غنضيف لهم. قلت من المفروض عليا نكون معاهم، وكما شفتي حصل لي الشرف، قدمت هذا الحفل هذا وقدمته من كل قلبي وبكل افتخار في المسيره المتواضعه ديالي. كيبقى هذا الحفل من بين اروع الحفلات اللي قمت بالتقديم ديالها. نتمنى ما يبقاش يوم وطني للمعاق ولا يوم عالمي، تبقى سائر الايام المعاق ونشوفوا فيه ذاك النظره ديال العاديه. ما نقولوش مسكين، حيت هو ماشي مسكين، حيت هو اكثر من متقبل الاعاقه ديالو. المشكله اللي كيلقى هو الاعاقه اللي عند الاخرين من خلال النظره الدونيه ليه، من خلال ذاك النظره د العطف. لا، كاين عباقره، كاين علماء، كاين ناس كبار في العالم عطاو الكلمه ديالهم وبصموا البصمه ديالهم كانت عندهم اعاقه، اللي نقدر نقول لهم تحيه لهاد الاشخاص لهاد الاشخاص ديال الفئه هذه، ومزيد من التوفيق. واللي كنطلب من جميع الفنانه والمسؤولين السياسيين انهم يساندوهم ولو بالحضور ديالهم، لان الحضور ديالنا بمثابه مسانده لهم بطريقه غير مباشره. اللي نبغي نقول لهم شافوا عليهم. طيب الولي الاصغر واش لقى نفسه في التقديم؟ بطبيعه الحال هي هوايه ولا حب قديم، وكنت كنتسنى غير كما كنقولوا ناخذ شويه تجربه. لحد الان في كل حفل ولا في كل تقديم ديال السهره ولا مهرجان كنتعلم وباقي كنتعلم. والانسان مادام على قيد الحياه كيتمشى وكيشوف وكيتنفس راه كيتعلم، علاش لا؟ ولا احتاج لشي واحد ما ادري. مرحبا.